السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مع بعض فراخ مقلية خطيرة بتتبيلة روعة. شكلها جنان تحفة، شكلها جميل جدا، طعمها جميل جدا جدا جدا. تقدري تحطيها على سفرتك، اطفالك هيحبوها قوي وانتي كمان هتحبيها جدا. تعالوا نشوف الفراخ بتاعتنا الجميلة دي هنعملها ازاي. هنجيب فرخة وتغسليها كويس بمية ومعلقة دقيق وهتنزعي منها الجلد، وبعد كده هتجيبي طبق هتحطي فيه عصير ليمون ومية، حلقات من البصل، ورقتين من اللوري، معلقتين من السكر، هتقلبيهم كويس. هتحطي جواهم الفرخة بتاعتنا، هننقعها لمدة ساعة، وبعد كده هنغسلها كويس جدا ونجهز بقى التتبيلة بتاعتنا. عبارة عن ايه؟ كوباية من المية، 4 معالق من الدقيق، معلقتين من النشا، معلقة من الكركم، معلقة من ورق اللوري والقرنفل والحبهان المطحون، رشة من القرفة، ملح وفلفل اسود. هقلب الخلطة كويس جدا مع بصلتين مبشورين، هضيفهم على الفرخة وتبلهم بيها لمدة 3 ساعات اقل حاجة، يفضل لو ليلة كاملة تبات فيها الفراخ. بعد كده هجهز البريدنج اللي انا هغلف بيه قطعة الفرخة عشان اقليها. البريدنج ده انا ممكن احط دقيق واضيف عليه نشا وبيكنج باودر، مهمة قوي خطوة البيكنج باودر، وملح وفلفل والبهارات اللي احنا حطيناها في الاول تاني هضيفها. انا المرة دي حطيت حاجة مختلفة هتدي تيست كويس قوي للفرخة وطعم جميل. لو عندك شوية بقسماط مطحونين، لو عندك شوية فينو هتحمصيهم وتطحنيهم، لو عندك شوية قرص سادة هتحمصيهم وتطحنيهم. انا كان عندي شوية قرص طحنتهم وحمصتهم وطحنتهم كويس، ضفتهم على الدقيق، كوباية من الدقيق، نص كوباية من النشا، وهضيف عليها البهارات بتاعتنا، وهضيف معاهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وملح وفلفل وكركم وقرنفل وحبهان وقرفة مطحونين، وتقلبيهم كويس. وبعد كده هتضيفي عليهم الفراخ وتقلبيهم، وتحاولي ان انتي تغلفي قطعة الفرخة كويس. وبعد كده هنحطها على زيت سخن. الزيت بتاعنا لازم نغطيه بغطا، لازم يكون محكم الغلق عشان تستوي كويس. البخار اللي جوه الحلة هو اللي هيسوي الفرخة كويس، بالاضافة طبعا ان احنا متبلينها وقت طويل. متقلقيش خالص، الفرخة هتطلع مستوية جدا، هتطلع متحمرة وجميلة، هتطلع بتقرمش، وهيطلع طعمها جميل جدا. وصفتنا النهاردة سهلة وجميلة، اتمنى تجربوها على طريقتي، هتحبوها جدا. وصفة سهلة وجميلة لو مشيتي على الخطوات اللي انا قلت عليها بالظبط وكل خطوة زي ما هي، اضمنلك ان انتي هتعملي احلى فراخ مقلية هتاكليها في حياتك، ومش هتضطري ان انتي تجيبيها تاني من بره. كل الناس هتطلبها منك انتي اللي تعملها لهم بعد كده، ومش هيرضوا ان هم يجيبوها. وبس كده، ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب ولايك وتعملوا شير للفيديو ده عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. يلا، السلام عليكم، باي.